بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده يا اولاد ان شاء الله هنبدا نشوف كده ماده الهيستولوجي دي بتتكلم عن ايه، ونبدا يعتبر بدايه فعليه في المنهج شويه. زائد ان انا برضو عايز اعلمك كده بعض الافكار اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديوز السابقه، عايز ان احنا نطبقها كويس علشان حضرتك تبقى عارف ازاي تمشي في الماده بتاعتنا. مبدئيا اول حاجه يا اولاد، احنا عرفنا ان الهيستولوجي هو علم الانسجه والخلايا، ولكن انا في حاجه عايز الفت انتباهك ليها، ان المصطلحات الطبيه مثلا زي كلمه هيستولوجي لو جيت حضرتك تبص هتلاقي ان الكلمه دي بتتكون من مقطعين. طبعا في علم انت حضرتك هتعرفه في الكليه، علم اسمه الترمينولوجي. الترمينولوجي يعني علم المصطلحات الطبيه. ان المصطلحات الطبيه يا اولاد بتبقى بتتكون من مقاطع. يعني مثلا عندي كلمه هيستولوجي دي لو جيت حضرتك تبص كده هتلاقي ان هيستو اللي في الاول دي ده اصلا بادئه بمعنى كلمه تشو. تشو يا اولاد معناها بالعربي نسيج. يبقى كلمه هيستو اللي في الاول دي او المقطع هيستو معناه تشو يعني نسيج. واولوجي اللي في الاخر دي معناها ساينس يعني علم. فواضح كده ان كلمه هيستولوجي كلها على بعضها معناها علم الانسجه والخلايا. طبعا انا عارف ان انت عارف ان كلمه هيستولوجي معناها علم الانسجه والخلايا، ولكن انا حبيت اول حاجه عايز الفت انتباهك ليها ان احنا عندنا حاجه اسمها ترمينولوجي او مصطلحات طبيه. ان اي كلمه طبيه هتقابلك او اي مصطلح طبي كبير هيقابلك، المصطلح ده بيكون بيتكون من مقاطع زي ما احنا شفنا ان كلمه هيستولوجي المقطع الاول معناه تيشو او نسيج، واولوجي اللي في الاخر معناه سايتس. طيب دي اول نقطه كنت عايز الفت انتباه حضرتك ليها. طيب احنا بندرس ايه في الهيستولوجي ده بقى؟ المفروض يا اولاد ان دايما جرت العاده ان في بدايه المحاضرات بندرس حاجه اسمها انترودكشن يعني مقدمه، اند مايكرو تكنيكس. يعني ايه الكلام ده؟ اللي هي الطرق اللي احنا بنعمل بيها العينات. لان طبعا المفروض ان حضرتك في البراكتيكال المفروض ان احنا بيكون عندنا احنا واخدين انسجه من جسم الانسان وحضرناها بطريقه معينه وبدانا نشوفها تحت الميكروسكوب. فدايما في بدايه الكليه بيدرس لك ازاي احنا بنحضر العينات، ولكن الشابتر ده بيبقى ريليتد للبراكتيكال اكتر او للعملي. والبدايه الفعليه في النظري حاجه اسمها شابتر السيل او بنسميه علم السيتولوجي. طبعا حضرتك بقيت عارف. بص كده، يعني ايه كلمه سيتولوجي؟ سايتو اللي في الاول دي معناها سيل يعني خليه، واولوجي اللي في الاخر معناها ساينس. فاحنا كده الظاهر او اول حاجه في البدايه عندنا في الماده بنتكلم عن حاجه اسمها سيتولوجي اللي هو علم الخليه او بنسميه ذا سيل اللي هو الخليه. طب احنا ليه بنبدا بالخليه؟ يعني اشمعنى؟ لان دي اصغر وحده في جسم الانسان احنا المفروض ان احنا ندرسها. لان دايما انت لما بتيجي تدرس اي حاجه لازم تبدا بالحاجه الاصغر وبعدين تبدا تزود. فاحنا المفروض عندنا في البدايه بنبدا دراسه بالخليه. بعد كده بعد ما بنخلص السيل بنتنقل لمرحله اكبر شويه اللي هي مرحله التيشوز الانسجه. وبعدين لما بنخلص مرحله التيشوز او الانسجه انا دايما بحب افهمك اللي انا بعمله دلوقتي، ان انا بقول لك الماده عباره عن ايه. احنا دلوقتي عرفنا هيستولوجي اللي هو علم الانسجه والخلايا. طيب انا ببدا بايه؟ بالخليه. اشمعنى الخليه؟ عشان دي اصغر حاجه، وبعدين هنبدا نكبر شويه. بعد ما نخلص الخليه هندرس مرحله اسمها مرحله التيشوز او الانسجه. بعد ما نخلص التيشوز هنبقى اكبر شويه فهنبدا ندرس حاجه اسمها اورجنز اللي هي الاعضاء. بعد ما نخلص الاعضاء نتنقل على السيستمز اللي هي الاجهزه، وهكذا. فالمفروض ان احنا بنبدا من الصغير للكبير. فاحنا دلوقتي عرفنا حضرتك ان البدايه الفعليه للمنهج هو علم السيتولوجي اللي هو علم الخليه او الشابتر اللي احنا بنسميه ذا سيل اللي هو الخليه. طيب عايزين بقى نبدا نشوف في الخليه دي احنا هندرس ايه. اول حاجه يا اولاد دايما احنا لما نيجي ندخل على اي شابتر جديد او اي حاجه لازم نعمل حاجه اسمها مايند ماب. يعني ايه مايند ماب؟ يعني خريطه ذهنيه. ازاي يعني؟ مش فاهم. طبعا دي حاجه انا اتكلمت عنها في فيديو سابق وانا دلوقتي هحاول اطبقها لك كويس. قبل ما ابدا يا اولاد في شابتر السيل لازم اعرفك ايه الاجزاء بتاعته او احنا هندرس ايه جواه. المفروض يا اولاد ان الخليه بتتكون من جزئين اتنين رئيسيين كبار. انا لو عندي دي كده حضرتك خليه، فالخليه فيها حاجتين رئيسيين. اول حاجه المنطقه دي كده بنسميها منطقه السيتوبلازم، واللي عندنا اللي في النص دي كده بنسميها نيوكليوس اللي هي النواه. فواضح ان الخليه فيها حاجتين كبار، في حاجه اسمها سيتوبلازم وفي حاجه اسمها نيوكليوس. فاحنا عندنا اهو يبقى الخليه حضرتك بتتكون من حاجتين. اول حاجه عندنا حاجه اسمها سيتوبلازم، وبعدين حضرتك عندنا حاجه اسمها نيوكليوس اللي هي النواه. خلي بال حضرتك ان انا اكتر من ان انا بشرح دلوقتي فانا بفهم حضرتك انت ازاي تمشي في المنهج. دايما اي شابتر تدخل جواه ما ينفعش تبدا تذاكر على طول تقول هات الصفحه الاولى ذاكر. ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان انا عايز اعرف اجزاء الشابتر ده ايه عشان وانا ماشي جوه ما بقاش ماشي كده وخلاص، ابقى عارف انا وصلت لحد فين او بعمل ايه. فاحنا عرفنا ان الخليه فيها حاجتين، سيتوبلازم ونيوكليوس. طيب هنبدا دراسه بمنطقه السيتوبلازم. لو جيت حضرتك تبص على منطقه السيتوبلازم هنلاقي ان السيتوبلازم ده يا ولاد
في ايه المحتويات اللي موجوده في منطقه السيتوبلازم؟ هنلاقي فيه 4 حاجات. كذلك ان شاء الله لما نيجي ندرس النيوكليوس هتلاقي ان النيوكليوس هي كمان فيها 4 حاجات. ولعلمك دي حاجه انا عاملها على مستوى المنهج كله، ان دايما لما بيكون في مايند ماب او تقسيمه، لو الناحيه دي فيها 4 يبقى الثانيه فيها 4، لو 3 يبقى 3. دي حاجه انا مظبطها لك طبعا لسهوله حفظ المعلومات، لان المعلومات كتيره، فيفضل ان انت تربطها بارقام علشان يكون سهل عليك ان انت تتذكر المعلومات بشكل اسرع بعد كده. طيب يبقى السيتوبلازم فيه 4 حاجات. هم ايه ال4 حاجات اللي موجودين في منطقه السيتوبلازم؟ بص يا سيدي، اول حاجه يا اولاد عندنا في السيتوبلازم بنلاقي فيه حاجه اسمها سيتوزول. خلي بالك عشان هنبدا في الجد، وانت دلوقتي هتقول يا نهار ابيض ايه اللي بيحصل ده. بعدين في حاجه اسمها اورجانيلز. بعدين في حاجه اسمها انكلوجنز. بعدين في حاجه اسمها سيتوسكيلتون. طبعا انت اول ما سمعت الكام كلمه دول قلت خلاص الماده دي هتتشال وكل عام وانتم بخير ودور تاني. لا حضرتك الموضوع ابسط مما تتخيل. بص كده، تعالى نمسك الحاجات دي واحده واحده. اول حاجه يعني ايه سيتوزول؟ السيتوزول هو عباره عن السائل اللي موجود في الخليه. يعني السائل اللي جوه الخليه ده اسمه سيتوزول او اسمه ماتريكس. ده عباره عن السائل اللي موجود جوه الخليه. واحد يقول لي ثانيه واحده بس كده يا دكتور، عشان في حاجه وانتوا في الكليه بتعملوا ايه؟ مش انا كنت بفكر ان السائل ده اسمه سيتوبلازم. يعني السائل ده انت المفروض عارف ان اسمه سيتوبلازم، وانا دلوقتي بقول لك السائل ده اسمه سيتوزول. وهل في فرق ما بين كلمه سيتوزول وسيتوبلازم؟ ايوه في فرق. السائل اللي موجود في الخليه يا اولاد ده اسمه سيتوزول، لكن السائل بالمحتويات اللي جواه يعني مثلا بالعضيات وبالحاجات المتخزنه جوه الخليه ده كله على بعضه اسمه سيتوبلازم. يعني السيتوبلازم هو السائل بالحاجات اللي جواه، لكن السيتوزول هو عباره عن السائل اللي موجود في الخليه فقط لا غير. يبقى السائل لوحده اسمه ايه؟ سيتوزول. لكن السائل بالحاجات اللي جواه من العضيات والميتوكوندريا والريبوزوم والليله دي كلها على بعضها اسمها سيتوبلازم. فالسيتوبلازم ده حاجه اكبر من السيتوزول. اخر مره، السائل اللي موجود في الخليه فقط لوحده، السائل لوحده اسمه ايه؟ سيتوزول. لكن السائل بالحاجات اللي جواه ده بنسميه سيتوبلازم. فحضرتك دلوقتي عرفت ان السيتوزول ده هو عباره عن الفلويد كومبوننت او السائل اللي موجود جوه الخليه. طيب بعد كده موجود في السيتوبلازم برضو حاجه اسمها اورجانيلز. اورجانيلز دي اللي هي العضيات. يعني ايه كلمه عضيات؟ يعني مش فاهم يعني. حتى بالعربي بعد ما ترجمتها تلاقي، على فكره الموضوع ده هيقابلك كتير في الكليه، ان انت دايما تيجي يعني اسهل حاجه بالنسبه لك انت لما تلاقي مصطلح غريب تروح تترجمه، فتيجي تترجم تلاقي الترجمه اسوأ من المصطلح ومش فاهم حاجه اصلا. بص يا سيدي، الاورجانيلز او العضيات هي الحاجات الاساسيه اللي موجوده جوه الخليه، اللي الخليه ما تقدرش تستغنى عنها، اللي لو مش موجوده الخليه هتموت. يعني ايه؟ احنا دلوقتي المفروض انت حضرتك عارف ان مثلا جوه الخلايا بيبقى في حاجه اسمها ميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي لو مش موجوده الخليه هتموت، يبقى دي احد العضيات. يبقى العضيات هي الحاجات الاساسيه لحياه الخليه، اللي بدونها الخليه مش هتعيش. يبقى حضرتك كده عرفت يعني ايه كلمه اورجانيلز، اللي هي العضيات اللي هي الحاجات الاساسيه اللي موجوده في الخليه. ممتاز. على فكره عكس العضيات في حاجه اسمها انكلوجنز. كلمه انكلوجنز دي يا اولاد معناها المخزنات اللي موجوده في الخليه. واحد يقول لي برضو انت ترجمتها لي بس انا مش فاهمها. بص يا اولاد، في حاجات بتبقى موجوده جوه الخليه لكن دورها مش اساسي قوي زي العضيات. يعني ايه مثلا؟ اللي هي حاجات بتبقى زياده او فائضه عن حاجه الخليه. يعني مثلا حضرتك دلوقتي بتاكل دهون كتير، ما تبصليش عشان عيب، يعني انت سيادتك بتاكل دهون كتير، فطبعا حضرتك لما تاكل دهون كتير ده معناه ان الدهون اللي انت بتاكلها دي هتبدا تتوزع على الخلايا، فاصبح ان مثلا خليه زي دي هتلاقي فيها دهون اكتر من الطبيعي. اسالك سؤال، هل الدهون الزياده اللي جوه الخليه دي حاجه اساسيه في الخليه؟ لا، حاجه مش اساسيه. طالما حاجه مش اساسيه ومش ضروريه يبقى اسمها انكلوجن. يبقى حضرتك فهمت ايه الفرق بين اورجانيلز وانكلوجن. الاورجانيلز هي الحاجات الاساسيه الضروريه المهمه في حياه الخليه، بينما الانكلوجنز بتبقى حاجات فائضه عن الاحتياج او حاجات مش اساسيه في جميع خلايا الجسم. علشان كده دايما لما تيجي حضرتك تذاكر بقى ان شاء الله خلي بالك ان انا اكتر من ان انا بشرح لك. طبعا كده كده في الكورس بتاعنا احنا اولاد بيبقى عندنا كل حاجه بندرسها بالتفصيل، وبعد كده بنقراها من المذكره بتاعتنا ومن الكتاب بتاع الكليه. لكن انا حالا بستعرض قدامك افكار عامه لحد ما الكورس يبدا، بحيث يبقى عندك خلفيه كويسه عن الماده. طيب بصوا يا ولاد، يبقى احنا عرفنا ان في حاجه اسمها اورجانيلز وانكلوجنز، وعرفنا ان هما الاثنين عكس بعض. الاورجانيلز هي العضيات الاساسيه الضروريه في حياه الخليه، بينما الانكلوجنز هي الحاجات اللي مش اساسيه قوي في حياه الخليه. فتلاقي دايما كاتب لك ايه في الكتاب ان الاورجانيلز دي بتبقى حاجه اسينشال يعني حاجات اساسيه، وفيتال يعني حيويه، واكتف يعني دايما نشطه، وبيرمننت يعني حاجات دائمه
يعني دايما موجوده في الخليه. على عكسها بقى اعكس كل حاجه تطلع المواصفات بتاعت الانكلوجنز. يعني الانكلوجن دي حاجات نون اسينشال، مش اساسيه قوي. نون فايتال يعني ليست حيويه. بتبقى انرت يعني خامله، عكس كلمه اكتف. خلاص. وبتبقى تمبرري. يعني ايه كلمه تمبرري؟ يعني مؤقته. مؤقته ازاي؟ يعني انا هسال حضرتك سؤال دلوقتي. احنا اتفقنا الانكلوجنز دي يا اولاد زي الدهون الزياده اللي موجوده جوه الخلايا. انت حضرتك لو بطلت تاكل دهون زياده، ايه اللي هيحصل في كميه الدهون اللي في الخلايا؟ هتقل. طب رجعت تاكل تاني، الدهون ايه؟ بتزيد. واضح ان الحاجات اللي هي اسمها انكلوجنز، اللي هي الحاجات المتخزنه في الخليه او اللي مش اساسيه، ممكن تروح، ممكن تيجي، ممكن تزيد، ممكن تقل. لكن مين دايما بيبقى موجود واساسي وما ينفعش نلعب فيه خالص؟ هو الاورجانيلز. عارف حضرتك الاورجانيلز دي لو باظت ايه اللي يحصل؟ يحصل لك امراض. احنا اصلا بندرس دلوقتي الخلايا الطبيعيه. مثلا العضيات دي زي الميتوكوندريا. افرض حضرتك واحد حصل له، اتولد عنده مرض جيني في الميتوكوندريا، فاصبحت الميتوكوندريا بتاعته ما بتشتغلش. فالمفروض ان الميتوكوندريا دي مثلا مسؤوله عن انتاج الطاقه في الخليه، فاصبح دلوقتي ان مفيش طاقه جوه الخلايا، فيبدا يتاثر، يحصل له مثلا ضعف في العضلات، لان العضلات بتبقى محتاجه ايه؟ محتاجه طاقه كتير. فدلوقتي لما يكون الخليه ما فيهاش ميتوكوندريا فما فيش طاقه، فهيبدا يحصل له ماسل اتروفي او مشاكل في الايه؟ بيحصل له ضمور او مشاكل في العضلات. فهمت بقى احنا بندرس ليه؟ يبقى العضيات هي حاجات اساسيه، لو باظت يحصل لي مرض. انما الانكلوجنز حاجات مش بتبقى اساسيه زي الاورجانيلز، وممكن تزيد وممكن تقل. بعد كده عندنا اخر حاجه اسمها سايتوسكيلتون. يعني ايه كلمه سايتوسكيلتون؟ اللي هو هيكل الخليه. اقول لك على حاجه ما اشوفك كده مصحصح ولا كل سنه وانت طيب. بص كده حضرتك، بص سيادتك كده، سايتوسكيلتون. مش ملاحظ ان ده عباره عن مصطلح طبي كبير؟ يبقى اذا هو عباره عن مقطعين. سايتو اللي في الاول دي معناها خليه، سيل، وسكيلتون يعني هيكل. فكلمه سايتوسكيلتون معناها هيكل الخليه. في حاجه اسمها هيكل الخليه. حضرتك الخلايا اللي في جسمك ليها اشكال محدده، واللي بيسندها او بيعمل لها دعامه حاجه اسمها هيكل الخليه. هيكل الخليه ده عباره عن ايه يا ولاد؟ عباره عن مجموعه من الانابيب والخيوط بتبقى موجوده جوه الخليه علشان تعمل دعم. يعني دلوقتي دي خليه، ايه اللي محافظ على شكلها؟ ان جواها كده حضرتك في مجموعه من الانابيب عامله زي الاعمده كده بتسند الخليه. الحاجات اللي بتسند الخليه وبتعمل لها دعامه احنا بنسميها سايتوسكيلتون. يبقى السايتوسكيلتون ده ان انا لو عندي خليه بتلاقي جوه الخليه في حاجات كده عباره عن اعمده، الاعمده دي بتسند الخليه وبتعمل لها دعامه، دي بنسميها سايتوسكيلتون. على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا دلوقتي لو جينا نعيد هذا الكلام اللي احنا سمعناه هتلاقي نفسك الموضوع بالنسبه لك بسيط خالص. احنا حضرتك بنتكلم عن ايه؟ لا هجيب لك انا من الاول. انا دكتور احمد زهر، بنتكلم في مقدمه عن علم الهيستولوجي، وبعدين عرفنا ان في الهيستولوجي ده بندرس الانسجه والخلايا. بدانا بالخليه باعتبار ان الخليه هي اصغر حاجه في جسم الانسان، وبعدين لما جينا ندرس الخليه لقينا ان الخليه فيها حاجتين اتنين كبار، في حاجه اسمها سيتوبلازم وفي حاجه اسمها نيوكليوس. احنا حضرتك بدأنا بمين؟ بالسيتوبلازم. لقينا ان محتواه كام حاجه؟ 4 حاجات. ايه هم؟ اول حاجه كان في حاجه اسمها سيتوزول، وهو السائل الخلوي، السائل اللي موجود جوه الخليه اسمه سيتوزول. وبعدين لقينا ان جوه الخليه في حاجه اسمها اورجانيلز اللي هي العضيات، عكسها في حاجه اسمها انكلوجنز اللي هي الزوائد والمخزنات. وبعدين عرفنا ان في حاجه اسمها سايتوسكيلتون. لو تفتكر حضرتك من شويه اول ما سمعت الكلمتين دول كنت شايف ان هم صعبين، لكن حالا حضرتك فهمت كل حاجه عباره عن ايه. خلي بال حضرتك اللي احنا عمالين بنعمله ده يا اولاد هو ده المايند ماب، ان انا عمال بفرد لك. يعني احنا دلوقتي واحنا بندرس الخليه هندرس ايه؟ اول حاجه الشابتر مقسوم نصين. نص الشابتر بيتكلم عن السيتوبلازم او اكتر شويه من النص، وجزء بيتكلم عن مين؟ النيوكليس. طب واحنا بندرس السيتوبلازم هندرس ايه؟ اول حاجه هندرس السائل الخلوي، وبعدين هندرس العضيات. بس خلي بالك بقى ان العضيات دي بتطول معانا في الدراسه جدا. يعني احنا هنقعد تقريبا حوالي 5 محاضرات، من 4 ل5 محاضرات بنتكلم بس عن العضيات. اشمعنى؟ واحد يقول لي اشمعنى الحته دي اللي هنطول فيها؟ يا راجل ما انت عارف عشان العضيات دي هي الحاجه الاساسيه الضروريه المهمه في الخليه، فانت لازم تدرسها كويس. هي دي الحاجات اللي لو باظت يحصل للانسان امراض، فعشان كده احنا بنطول في دراستها. فاحنا اللي احنا هندرسه كويس قوي هي الاورجانيلز او العضيات. خلي بال حضرتك بعد ما نخلص بقى العضيات هندرس الحاجات اللي هي الزوائد اللي بتبقى موجوده في الخليه، وبعدين هندرس هيكل الخليه اللي بيعمل دعامه للخليه. كده حضرتك لما نخلص الجماعه دول يبقى احنا خلصنا السيتوبلازم. في اخر الشابتر خالص هندرس حاجه اسمها نيوكليس. ولعلمك كل محاضره المايند ماب بتاعتنا بتكبر جزء. انا ما برضاش اقول لك المايند ماب كلها، حتى في المذكرات بتاعتنا تلاقي المايند ماب مرسومه كلها، بس احنا بناخدها على كذا جزء. انا اللي يهمني من المايند ماب او من الخريطه بتاعت شابتر السيل هو الجزء اللي احنا
اتكلمنا عنه دلوقتي. طيب بما ان العضيات دي هي اهم حاجه موجوده في الخليه، فتعالى ناخد كده عنها فكره معينه. يلا بينا نشوف.